أحد ولم يعتقلهم أحد، بل وكانت الدولة في شخص المؤسسات الأمنية تنظم بشكل حضاري هذه التظاهرة وهذه المظاهرة هذه. إذن يجب أن تخجل أسعد الشرعي، تحشم على روحك وعلى ذاك الوجه اللي ما عندكش. تحاول أن تتشجع على المغاربة وهم أشجع منك ملايين المرات، والدليل أنك كنت كتمنى تجي تشجع معهم وترجل معهم هنا في المغرب. إذا مرحبا بك أسعد الشرعي، مرحبا بك عند المغاربة يعلموك الرجلة، مرحبا بك عند المغاربة يحميوك، لأنك خواف ما تقدرش مع هذوك الناس اللي عندك فيها بطاقة المواطنة. أنت بريطاني ولا تمارس حقوق المواطنة البريطانية هناك. لماذا؟ لأنك خواف وجبان ورعديد، حتى لا أقول أمرا آخر. وإذا كان الخواف يحاضر في الشجاعة فهذه هي تسمى تخير الزمن كنقولوا لها في الريف، وتسمى التخاف متوخر في محنه، تسمى صافي يوم القيامة تقاربض، يوم القيامة قربت أخي ياسر. ملي يكون الجبان الرعديد يحاضر في الشجاعة والرجولة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا الإخوان أنا ألتمس منكم المداخلات نتاعكم تمشي في هذا الريتم، لأن فعلا دابا خصنا نشوف هذا الريتم هذا. نعم، لأسباب أعرفها ويعرفها ياسر ويعرفها أغلب الأخوان اللي راهم معنا، وعارفين بأنه في هذا الوقت هذه راه عندنا واحد الرهان خصنا نربحوه. إذا أعطي لي العصير وتحياتي. إذا أنا أهديك واحد المثل مغربي كما قلت ياسر كيمشي وأنا أحب أن آخذ من قاع الخابية. السي برنوس قال لك الرجلة عندها ميزان ومعدن، الراجل مع الوقت يبان. الرجلة عندها ميزان ومعدن، الراجل مع الوقت يبان. إذا كل معدن مع الوقت يظهر، لأن الذهب مع الوقت تيبقى ذهب، والحديد مع الوقت تيتصدى. إذا هنا ترجع لعند السي شكري إلا كان موجود باش يعطينا التدخل ديالو. راه كنظن السي أبرنوس وضع القطار على السكة. تفضل السي شكري. نعم، شكرا لك أخي العزيز ياسير، ومرة أخرى سي سعيد أبرنوس. صراحة أول شيء اللي خصو يعرفه الجميع أنني من المغاربة ومع المغاربة حتى الموت. خويا شكري، واحد الدقيقة إذا سمحتي أعتذر. المهم الدكتور حسابه موقف عنده أسبوع ياسر، ما غيقدرش يكون. الرأي تهو مع الأسف ما يقدرش يكون. لاله سميرة راه قالت لك طالبة جاست دابا، دونك هذا اللي كاين. اوكي. نعم، قلت أنني من المغاربة ومع خوتي المغاربة حتى الموت، وأنا مع أخي المغربي ظالما أو مظلوما. هذه خصها تكون يعني معروفة. فقط اللي بغيت نتكلم عليه وهو الأسلوب ديال أسعد الشرعي، وليس شخص أسعد الشرعي. أنا أحترمه كإنسان، كأحترمه كأخ يمني، كأخ مسلم، كإنسان، لكن أسلوبه هو يعني اللي ما كنتفقش معه فيه. فأنا اللي كنشوف أن الأخ أسعد الشرعي هو يريد أن يكون مغربيا ولا يتفق مع المغاربة، ويريد أن يكون يمنيا ولا يتفق مع اليمنيين، ويريد أن يكون بريطانيا ولا يتفق مع البريطانيين، ويريد أن يكون تركيا ولا يتفق مع الأتراك. أنا الأخ أسعد الشرعي يعني صراحة كيبان لي أنه تائه، وهذا هو اللي جعل المنصة ديالو اليوم أنه تناقش شخصه أكثر مما تناقش المواضيع اللي كيطرح، لأن حتى المواضيع اللي ولا كيطرح صراحة ما بقاتش عندها احترافية، ما بقاش عندها واحد الحيادية وواحد الموضوعية، وبالتالي فهو تحول إلى شخص يهاجم المغاربة، مع العلم أنه كيقول أنه كيحب المغرب وكيحب المغرب ويتمنى أن يكون مغربيا. اللي كيحب المغرب وكيحب المغاربة واللي كيبغي يكون مغربي خصو يأكدها بالفعل وليس فقط بالأقوال. ثم ما يمكنش
الاخ اسعد الشرعي، وانا كنقولها بكل احترام طبيعه الحال، وانا لا اسبه ابدا ولن اسبه ابدا، وكيبقى اخ يمني مسلم اخونا له منا كل الاحترام والتقدير. ولكن ما يمكنلكش انك تتعامل مع مغاربه بهذا الاسلوب. المغربي ماشي هو البريطاني، ماشي هو التركي، ماشي هو اي شخص من اي جنسيه اخرى عرفتيه في هذا العالم. المغربي عنده معايير معينه، عنده اساليب، عنده شخصيه، وعنده قوه شخصيه، وعنده تاريخ، وعنده امجاد، وعنده هويه، وعنده الكثير من الامور اللي كتميزه على الباقي. احنا ما كنتميزوش كانسان، كلنا سواسيه، والفرق التقوى، ولكن الهويه ديالنا كتميزنا، الثقافه ديالنا كتميزنا، الذكاء ديالنا كيتميزنا، الكثير ديال الامور اللي هي كنمتازوا بها الحمد لله، ويجب ان نفخر بالنعم التي انعم بها الله علينا. لذلك فالاخ اسعد الشرعي انه طاح في واحد الخطا، وربما طاح في واحد الفخ، انه اختار هذا الطريق ديال انه يهاجم المغاربه. وهنا غادي نقول الاخ اسعد الشرعي انك هنا ارتكبتي الخطا الفادح والخطا الكبير، لانك دخلتي راسك في واحد المعمعه بهذا التعبير المغربي اللي صعيب انك تخرج راسك منها وانت منتصر. لان انت كتعرف المغاربه كيف هم، طبيعة الحال بلد الخير، بلد الكرم، بلد التعايش، بلد التسامح، بلد يعني الحمد لله يعني كل الصفات الحميدة والأخلاق الحميدة يعني اجتمعت فينا الحمد لله. ولكن في نفس الوقت راه إذا أسأت لنا فاعلم أنك يعني هنا ما غاديش نقولها بواحد الأسلوب قاسي، ولكن اعلم انك يعني احنا كنقولوا في المغاربه بالمغربيه حفرتي قبرك بيدك. نعم هكذا. فلذلك انا كنطلب من الاخ اسعد انه يراجع نفسه، وانه يتحدث بواحد الطريقه التي تليق بالمغاربه، ويتعامل مع المغاربه كمغاربه، وانه ما يحاولش يداكى علينا او انه يتفوق علينا او انه ينتصر علينا. يعني انت وليتي الان عندك صراع، عندك واحد التحدي، من سينتصر على الآخر، من الأقوى، من الأذكى، من كذا من كذا. فأنا كنتمنى من الأخ أسعد الشرعي أنه يخلي ديك المنصة كما كانت، وتكون حيادية وتكون موضوعية بدون الدخول في المواجهة مع المغاربة. وأنت أخطأت يا أسعد الشرعي، أخطأت أكثر من مرة. ولما يعني لما قال باللي ان غادي نربي المغاربه وما الى ذلك، فهذا خطا فادح، واخطات يعني في التعبير في طريق في كلام اخر عبرتي به. ولذلك فاحسن حاجه انا كنصح بها الاخ اسعد الشرعي انه يعتذر وينهي هذا المشكل بصفه نهائيه، ويبدا صفحه جديده. يعني غادي نوقف عند هذا الحد اخي ياسر، وانا غادي نكمل في مداخله ثانيه ان شاء الله. نعم شكرا اخي شكري. والمهم اللي خصنا نهضروا فيه ونركزوا عليه من منظوري الخاص هو التركيز على من التجأ اليهم اسعد الشرعي، والوجوه الجديده التي التجأ اليها اسعد الشرعي. ولا تنقول بان اسعد الشرعي لما قال الولاء الى ملك البلاد وانا احب ملك البلاد واعتذر على كل ما قلت في ملك البلاد، هذا ما يقول بعظمة لسانه. والبارح نرى أنه جاب اللي يأكل الشوك بفمه، هو جاب اللي يأكل الشوك بفمه، هو مبقاش بغى يأكل الشوك، لأن عندما كان يسب ملك بلدنا كانت أشواكا عليه، ولكن من اللي اعتذر ما قدرش باقي يستمر، لأنه غيبان غدار، غيبان بأنه غدر واحد العهد، وغدر واحد الولاء، وغدر واحد الكلمة خرجت من فمه. فكان الضيف هو من أنجس ما خلق في شمال إفريقيا. إذن هنا الوجوه الجديدة التي التحق إليها أسعد الشرعي من هي؟ وجوه تقول عاش الملك،
وتضرب في الوحدة الترابية، وتضرب في المغاربة، وتضرب في الأسرة الملكية، وتضرب في المرأة المغربية. وخير دليل على ذلك اللي تأكدت أنا تلك المسرحية التي حيكت بينهم والآن ظهرت للعيان. إذا نأخذ الأستاذة نرجس في إطار الوجوه الجديدة وأسعد الشرعي. انا باقي ما تكلمتش. خليو السي عبد الكريم بونمر قبل منا. تفضل السي عبد الكريم، مرحبا. كيتقلق هاي كيكعب. لا غير واحد الاخوان. الاخوان ما تبخلوش علينا بالبارطاج، الله يرحم الوالدين، وبالتكبيس الشعار كلنا مغاربه. كنتمنى كل تيك توكر مغربي ان يكون معنا في هذه الحلقه ان شاء الله. تفضل السي بونمر. انا كنبغي نخرج بوجهي، بس حيت حنا ما كنخرجوا بوجهنا، باش انا ماشي من داك النوع اللي كيقلص تحت الجلابه. حنا كنخرجوا ديريكت بوجهنا لان ما عندنا ما نخبيو. غير واحد المساله الاخوان، ربما انا غنختلف معكم كثيرا فيما تقولون، لان هو الخطا ديالكم، خطا ديال سواء هادو اللي كينتقدوا السعد الشرعي وهادوك اللي كيكتبوا كلنا اسعد الشرعي كلنا جوهره. بجوج كيخطئوا. علاش؟ لان حتى واحد ما تعامل مع الاشخاص بمنطق البراغماتيه. المنطق البراغماتي هو منطق المصلحه. انا طلعت 2 مرات 3 المرات عند اسعد الشرعي، قلت كلمات وجمل ومفاهيم انا اؤمن بها، لاني بلغت واحد الرساله وانتهى الامر. الاشكال عند المغاربه، وهذا هو الديفو ديالنا، هو اننا عاطفيين اكثر من اللازم. ملي كنتكفحوا مره، وهذا هو اللي كيجيب لنا في الاخر، كيجيب لنا الكافيه كلمه. حنا عاطفيين اكثر من اللازم. اسعد الشرعي او غيره انا تعامل معاه كمنصه، تعامل معاه كمنصه، كقادوج جعبه شرجم كطل منه. علاش دخلتوا الامور؟ انا ملي كيجي واحد يكتب لي كلنا جوهره ولا كلنا اسعد الشرعي كنحتقرك. انا احتقرك لانك تبخس نفسك وتبخس دوله وتبخس شعب وتبخس تاريخ، حينما تجعل نفسك ودي على راسك. ما تقولش كلنا. حنا ما تحسبليش معك. انا نقول كلنا محمد السادس، كلنا الوطن، كلنا عمر هلال، كلنا وليد الركراكي، كلنا سفيان المرابط. اي هذه مقبوله، هذه انا نمشي معك فيها. ولكن باش تقول لي كلنا، كتبان لي بانك ضعيف الشخصيه وبهزوز كما قال الحسن الثاني، ضعيف الشخصيه. احنا ما عمرنا كنا كلنا شي واحد، احنا كلنا مغاربه. ولكن باش تحط راسك في موضع ادنى من شخص كاين ما كان، يكون يمني، يكون جزائري، يكون كتقل من قيمتك كمغربي. العالم هو اللي يقول كلنا مغاربه، العالم هو اللي يقول كلنا احنا المغاربه. ما تحطش راسك في واحد المرتبه اقل منك كمغربي. انا كنلقى شي واحد كاتب لي كلنا الشرعي، وحشومه صح، حشومه تحط راسك انت كلنا، يعني 40 مليون مغربي تحطهم ولا يكونوا كاع 10 المغاربه في واحد الموقف ديال الضعف. حنا ماشي ضعاف، وحنا بشعورنا ما محتاجين خيوط. الله يرحم الوالدين. هذا الشخص او اي شخص التعامل معه كان يجب ان يكون تعاملا براغماتيا. يعني انت منصه حطيتي نفسك واحد الموضوع اللي هو النقاش ديال الصراع المغربي الجزائري، مرحبا دخلتي لهذا الموضوع. حنا كندافعوا على نفسنا وكيجيو اخرين يدافعوا على نفسهم. اذا انت غنعتبرك بحال الجزيره، بحال فرونس 24. ما ندخلش العاطفه. المساله ديال الاخوان اللي تيقول لك الاخرين تيقول لك لا غدار وجا لعندنا وكل اشهد غدار. واش هو نسيبك ولد خالتك راجل بنت عمتك؟ هاد الكلمه ديال الغدار كتقال على واحد الشخص اللي هو قريب ليك، تربطك به علاقه، اما علاقه تجاره او علاقه قرابه، وخرج منه واحد التصرف الذي اعتبرته غدر. كيفاش غدار؟ عطيتيه بنتك، عطيتيه اختك، جيتي ضيفتيه كلا وشرب الله يعاونو. راه 12 مليون ضيف كتدخل المغرب في العام، 12 مليون سائح كتدخل المغرب في العام، كلهم غداره. كيدخلوا وياكلوا ويشربوا ونتهلاو فيهم وكيديهم، كاين اللي كيديهم حتى لديورهم وبلا تيقول لي الله يعاونك الله يعاونك اوغوفوار مشى بحالو. اذا غنتعاملوا بهذا المنطق ديال العاطفه والحنان ولا الغدار، ما كاينش غدار.
السيد كيخدم على مصلحته، هو داير قناه او داير لايف او داير اي حاجه. انا ما عرفتش شنو الغرض ديالو، يقدر يكون عنده حتى غرض ديال غير داك سميتو عنده هوايه، عنده نفرضوا حتى الهوايه راه عنده هوايه انه يفتح لايف والناس تناقش القضيه المغربيه والقضيه الجزائريه ونتناقشوا. اذا علاش كتدخلوا نفسكم في هذا الموضوع ديال غدار؟ ماشي غدار. سي عبد الكريم الموقع خلينا نشوفوا اش كيقول عبد الكريم في الوجوه الجديده اللي اليوم. اسمعني سي عبد الكريم، عطيني واحد دقيقه. هذه الوجوه الجديده اليوم اللي هي مع اسعد الشرعي لتنعت المغاربه بالاخانيون. هاد المغاربه ملي هاد اسعد اعطى ريحته قالوا له اخان بهذا المفهوم. الان هاد الوجوه الجديده تريد ان تنعت المغاربه بالاخانيون. اذا هادو اش يكونوا؟ هادو مغاربه ولا اش يكونوا؟ حيت غالبا ما كيتهموني كيقولوا لي تسقط المغربيه على الناس، تسقط الوطنيه على الناس. اذا هذا يمني يقدر ينعت باي نعت بغى ينعت. داك الهمز واللمز يدل على التربيه ديالو، يدل على المرجعيه ديالو، يدل على الثقافه ديالو. وانا لحد الان كنقولها ليه، انت في صراع حتى تلصق بنا كنيه كما درتي للتبونيين. باقا ما نجحتش ليك لحد الان وما غتنجحش ليك. دابا هاد الكنيه هذه اصبح ياخذها المغاربه، واللي عطاهم تزكيه اليوم وقال بواحد الطريقه يعني جد هزيله تثير الضحك في منصه ديال اليوتيوب، القروش اللي هي وجوه جديده وستمثل المغاربه في شخص عبد الله القرش. انا كنهضر بالاسامي. اذا هاد مثلا هاد المغاربه هادو وما محلهم من الاعراب. دابا حنا راه ما عندناش مشكله مع الشرعي. الشرعي كيبقى شرعي، غيجلس تما والله ما تحرك ليه من بلاصتو. انا ما عنديش مشكل. وانا اليوم كنقولوها حنا المغاربه ند للند. حنا ماشي المغاربه اللي نبقاو غير جالسين مربعين يدينا وتسمى اجي واجهوني كما قال السي ابرنوس. اجي انت واجهني الا بغيتي تواجهني. انا المغربي، انا ابن المملكه المغربيه المستقره وليس فيها نزاع. إن تكلمت عن الأعراق، نحن مغاربة بمختلف أعراقنا توحدنا على الله الوطن الملك. أنت في بلد تقتتل فيه الشمال مع الجنوب. إن تكلمت عن الدين، نحن على مذهب الإمام مالك. وإن تكلمت عن كلنا إسرائيل وقلت بعظمة لسانك فيما يخص كلنا إسرائيل أن شر الشيعة أكثر من شر اليهود. هذه كيقولها هو بعظمة لسانه. ناس سيبون من أنا أستحضر ما قال لي أبي الله يولي برحمة الله. كان ذاك الحرب ديال حسن نصر الله، فمشينا كاملين في ذاك الاتجاه. فأتذكره قال لي إن سيوف الشيعة أشد على رقاب أهل السنة من اليهود والنصارى. هكا بقات مرسخة في عقلي. أنا نعودها، إن سيوف الشيعة أشد على رقاب أهل السنة من اليهود والنصارى. إذا تكلمت على بلد هذا الرجل هذا، تقريبا الشيعة أكثر من السنة. إذا إن قال الزبالة لواحد قال كلنا إسرائيل فبلده كله زبالة، فهو ينعت البلد ديالو بالزباله. اذا هو جاء من بلد الزباله. اذا واش ما كيبانش لك السي بونمر ان الزباله تلاقات مع الزباله وستصبح عندنا منصه اسمها منصه المزباله؟ خويا ياسر، ربما انا موقعي المهم قطعتني ماشي مشكل، حيت انا كنت غادي في واحد الاتجاه، هو اننا راه في كلتا الحالتين السياسي، في كلتا الحالتين أنتم تصنعون أبطال من ورق. راه هذا السجال أنا ما قبلها مني هذا السجال مع القوم هو اللي كيصنع منهم أبطال، هو اللي كيخليهم. لأن راك الإنسان ملي كتدخل معاه في سجال ونقاش كتصنع منه بطل، هو ذاك لا يعرفه أحد. أنت كتشتغل عندك منصة، أنت والأخ سعيد ولا الأخت نرجس عندك واحد الاتجاه كتجه فيه. واش ما كتلاحظش بان راه كيتم تغيير اتجاه ديال النقاش نحو اشخاص تافهين لا يعرفهم احد؟ دابا انت السياسير
سميتهم او لم تسميهم فانت تصنع لهم حضور. هم ما كانوش موجودين. انا تنقول الاخوان هذو اللي كيناقشوك مثلا تيقول لك اسيدي كنتوا كطلعوا عند اسعد الشرعي. يا اخوان يا اشقائي يا تاع المغاربه، اما النكرات راه الناس اللي كانت كتطلع عند اسعد الشرعي راه كتطلع باش تدوي على واحد المساله سميتها القضيه الوطنيه. راه لو باش يخرج على السطر راه ما غيبقاوش معاه. انا ونكون انا معاك في واحد المساله كتكلم. انا جوج مرات تطلب مني انني الفرونس 24 ورفضت لسبب بسيط، هو انهم مورا كيديروا الخارطه ديال المغرب مقطوعه من النص. رفضت انني نطلع فرونس 24 على ود ديك الخريطه اللي ناقصه، ورفضت الطلب. لهذا الاخوان هذوك الناس اللي كانوا كيطلعوا راه ماشي. انا الا ممكن نجاوبك الدكتور بونمر على هذه القضيه هذه، لانني انا الكلام يوجه الي، ولكن انا باش غادي نجاوب. انا صبرت على السب، صبرت على الشتم، وصبرت على المضايقه. اسمع لي يا ياسر، اسمح لي. كيفاش تدخل ضعيف؟ اش بغيتي نبدا نتسب ولا نتعاير ولا واش انا خدام عند بابا؟ لا تا ياسر الله يرحم بك، لا خليني نتكلم، لا خليني نتكلم الله يرحم بك. راه ما خدامش عند باك انايا، ما كتخلصنيش الساعه. انا عيط علي هذا الرجل جيت باش نتناقش انا وياه. دكتور صلي انا ما خدامش عند باك، انا ماشي زاويه فرقنا كتعاير. انا ما كنتعايرش، انا اكاديمي كنناقش بالعلم وبالفكر. انا راه الا ما عندك شغل بغيتي تتفرج في المعيور سير قلب شي جارتك تعايري معاها. انا ما جيتش باش نتعاير، انا ما جيتش باش نتناقش ونتساب. انا اكبر منك واكبر من جدك. انا جيت عند هذا الراجل احتراما ليه باش نقول رايي. انا ماشي غنم. انا اكاديمي من حقي ان اوجه النقاش. انا اوتيت من العلم الحمد لله، اذا استطعت ان اوجه النقاش ساوجهه نحو الاتجاه. انا ما رضاش على واحد نكره ما عنده يمكن حتى الاولاد ما والدهمش ومدابز مع مرتو غنعطيه واحد مدابز مع مرتو. انا مزوق ماشي واحد مدابز مع مرتو وجاي يدير فاتح لايف عليا صلي على النبي وصلي على النبي. كور الله كتسمعوني يا اخوان؟ السلام عليكم. بعدا كتسمعوني؟ الله يرحم الوالدين. انا طلبني هذا السيد واستدعاني، انا جيت عنده ولبيت الدعوه باش نقول رايي. الا انت يا موالفه السبان والمعيور قلبي مع متشابه. انا ما يمكنش نهضر على واحد النكره لا يعرفه احد فاتح لايف على ود ياسير ونعطيها له وقت. عنده مشاكل عاطفيه مدابز مع المراه جاريه عليه المراه، ما يجيش يفرع عليا انا مخي. سي عبد الكريم السلام عليكم. السوق ديالي بلا دكتور الله يديك نمشيو شويه بعيده السي عبد الكريم بلا تا السي هرباز. انا غادي ندوز عندك وشكرا. لا غير واحد كلمه ياسير. السلام عليكم. نعم تفضل. السي عبد الكريم انا كنعرفو كاين فاهم كيقول لك ما تخليش الناس يجروك، يقول لك ما تخليش الناس يجروك شي بلاصه، هو مشى دغيا تجر ورد البال معنا. حيد التعاليق لي موديراتور، شكون اللي حيد التعاليق؟ لا رجعوا التعاليق نشوفوا الناس كتقول. لا الاخوان، شوفوا الاخوان الله يرحم الوالدين. الموديراتور ما ديروا والو، ما تحيدوا تعاليق، ما ديروا بلوك، ما ديروا ميوت. اليوم خلينا مفتوحه عن مصراعيها، لان ما كاين غير منسود هنايا، ما كاين حتى شي واحد ساهل عندي في هذه المنصه هذه. الاخت سميره بونوار راه كنحاول نطلعك وما كتطلعيش اختي. حاولي يا اما تخرجي من التيك توك وتعاودي تدخلي. الله يرضي عليك. راه بغيت نقولها قبيله. سي بونمر خليني غير غنختم. لا ما بغيتكش تختم، انا بغيت نتفاعل معاك. غير خليك. انا سي بونمر عزيز وغالي، نتمنى ما يستفزك حتى واحد الله يرضي عليك، خصوصا مع الشعار ديال هذه الحلقه ديال كلنا مغاربه. انت فوق راسي من الفوق السي بونمر، لان كتخرجها من قلبك. لا خويا ياسر، لا ياسر انا مزوج وليدات. خليني انا نجاوب السي بونمر باش تعطيك. لا غنكمل وغنسكت. انا غنتصنت. شوف الله يرحم الوالدين، انت انا احترمك، انت والاخ سعيد الاخت نرجس وخلاص سينا بين واخا خويا الصغير، ولكن احترمه لان انا ارى فيكم جبهه مفتوحه للدفاع عن البلاد. ما يجيش واحد القرن ويوجهك في اتجاه ديال انك يدوز بك براد ديالتي. الا كنت معمر براد ديالتي واحد قريشلات تفرج في فيلم هندي، تفرج فيا انايا. حنا نناقش، نحن نحمل هم وطن اكبر من الجميع، اكبر منا كنا. انا ما نبغيش ياسر
بهذيك الصوره، وانا تنقول لك انا احترمك وميران كنت انا احترمك واحترم اسلوبك. قال السي سعيد احترم اسلوبك وطريقتك في انك توصل مجموعه من الرسائل، لا انت ولا الاخت نرجس ولا حتى السي احمد، بواحد الطريقه يعني كتوصل للمواطن المغربي بشكل سلس. اذا انت دير واحد المشروع ناجح فكريا وثقافيا وحضاريا، ما يجيش واحد بوعو عنده مشاكل عاطفيه، عنده مرض نفسي وباغي يحضر المدابده يخرج في الشارع. حنا جينا نناقشوا في البلاد، كلنا مغاربه، كلنا مغاربه كلمه كبيره بزاف، كان واحد المشروع حضاري بغينا نساهموا فيه بهاد التليفونات اللي كنخدموهم في تيك توك، باش يجي واحد يوجهني باش لا شوف انا نعاير واحد الشخص وتسكريني داك الشيء وتمشي دوز دير بيا اللايف. لا ما طيحش لك، انا ما جيناش نتعايروا اون جينيرال. حنا ماشي هنا باش نتعايروا باش نتسابوا. انا غير كلمه اللي دازت